يا مساء الجمال على الناس اللي بتفهم في الأصول. أجهزوا بقى عشان إحنا النهاردة هنحكي حكاية الست شادية، بس مش أي حكاية، دي حكاية حقيقية ومن الآخر جايبينها من مذكراتها ومن الناس اللي شافوها بعينهم. لو عاوزين تعرفوا إزاي البنت اللي من الحلمية دي بقت أهم نجمة في مصر، يبقى لازم تتابعوني وتشتركوا في الحكاية دي من أولها لآخرها، عشان اللي هتعرفوه هنا مسمعتوش عنه في أي حتة تانية. تعالي بقى نشوف الدفتر الكبير فيه إيه. شادية اللي اسمها في البطاقة فاطمة اتولدت في الحلمية الجديدة. أبوها كان المهندس أحمد كمال شاكر، وكان راجل شديد وله كلمته، بس كان بيدلع بنته فتوش آخر دلع. التفصيلة الحقيقية وهي لسه عندها حوالي 9 سنين، كان في مطرب كبير اسمه صالح عبد الحي صاحب أبوها. في يوم كان قاعد عندهم وأبوها طلب منها تغني. شادية من كتر الخوف ما راحتش، وقفت قدامه، دي استخبت ورا الستارة وقعدت تغني. صالح عبد الحي لما سمع صوتها سكت خالص، وبعد ما خلصت قال لأبوها: يا شاكر أفندي، البنت دي في صوتها وجع وسحر ملوش زي، حرام عليك لو معلمتهاش صح. ومن هنا أبوها عرف إن بنته عندها موهبة ومكنش ينفع يسكت عليها. سنة 1947 أبوها قدم لها في مسابقة لشركة اتحاد الفنانين. شادية كانت خايفة جدا لأنها كانت لسه بنت صغيرة وقصيرة، وخايفة الناس متخدهاش بجد. موقف حقيقي من الكواليس. المخرج أحمد بدرخان أول ما شافها قال لأبوها: دي لسه عيالة صغيرة قوي يا شاكر، إحنا محتاجين حد مالي مكانه. بس لما غنت قدامه اتسحر بصوتها، وفضلوا يفكروا في اسم فني ليها لحد ما المخرج شافها وهي بتضحك كده وقال: انتي شادية، شادية الوادي. وفي أول يوم تصوير لفيلم أزهار وأشواك، شادية كانت مرعوبة من الزعيق والكاميرات ودموعها نزلت بجد، وكانت عاوزة تسيب كل حاجة وتمشي. أبوها مسك إيدها وقال لها: انتي عندك صبر، واللي بيصبر دايما بيوصل. الكلمة دي هي اللي خلتها تكمل. والفيلم لما نزل مصر كلها قعدت تسأل: مين البنت اللي وشها زي القمر دي؟ جواز شادية من عماد حمدي كان حكاية الناس كلها بتحكي فيها. هو كان أكبر منها بحوالي 20 سنة وكان بيحبها جدا، بس الحب ده قلب بغيرة صعبة قوي. الواقعة الحقيقية: في يوم كانوا في الإسكندرية وحصلت مشكلة كبيرة بينهم بسبب واحد من اللي بيحبوها. عماد حمدي فقد أعصابه ومد إيده عليها قدام الناس. شادية ما كانتش مصدقة، هي بنت الأصول تتهان كده؟ تاني يوم الصبح شادية لمت هدومها وطلبت الطلاق ومبصتش وراها. عماد حمدي قعد يعيط ويتحايل عليها، بس هي قالت له كلمة واحدة: اللي يمد إيده على واحدة ست ملوش مكان في قلبها. وفعلا اتطلقت، وعلمت الكل إن الكرامة أغلى من أي حب. لما شادية سابت عماد حمدي حياتها راحت كلها للشغل لحد ما شافت صلاح ذو الفقار. الحب اللي كان بينهم ما كانش مجرد تمثيل قدام الكاميرا، ده كان حب حقيقي يولع الدنيا. اتجوزوا وشادية حست إن الدنيا ضحكت لها أخيرا، وكان عندها أمنية واحدة بس: إنها تخلف ويبقى عندها عيل وتسمع كلمة يا ماما. التفصيلة اللي توجع القلب: شادية حملت من صلاح ذو الفقار وكانت فرحانة فرحة ملوش زي. فضلت قاعدة في بيتها ما بتخرجش خالص، واشترت هدوم أطفال كتيرة ومالت الأوضة لعب. كانت بتقعد تتكلم مع الجنين وهو لسه في بطنها وتغنيله. لكن لما وصلت للشهر السادس شادية تعبت تعب شديد قوي والجنين نزل. الموقف ده كسر قلبها كسرة كبيرة، وفضلت في زعل ملوش آخر شهور ما بتكلمش حد. والموضوع ده حصل 3 مرات، وفي كل مرة شادية كانت بتموت من الوجع لحد ما حصل الطلاق وقررت تعيش لولاد اخواتها وبس. فؤادة اللي فتحت الهويس ووقفت قدام عتريس. عارفة أهم حاجة عملتها شادية في حياتها كان فيلم شيء من الخوف. هناك عملت دور فؤادة، البنت اللي كانت جامدة ووقفت قدام الظلم. التفاصيل اللي بجد في المشهد اللي الناس كلها حافظاه بتاع جواز عتريس من فؤادة، البلد كلها كانت بتصرخ وبتقول: جواز عتريس من فؤادة باطل. شادية كانت بتصور المشهد ده وهي خايفة بجد، لأن الجو كان مشدود قوي والمخرج كان عاوزه يطلع حقيقي. شادية في الفيلم ده ما كانتش بتمثل، دي كانت بتطلع وجع كل واحدة مظلومة. شادية كانت بتحكي إنها كانت مخضوضة وهي بتفتح الهويس والمية داخلة عليها، بس لما شافت حب الناس عرفت إنها عملت حاجة تتحاكي بيها السنين. الناس كلها كانت فاكرة إن شادية رقيقة وما تقدرش على دوشة المسرح، بس هي فاجأت الكل بمسرحية ريا وسكينة. الموقف اللي ورا الستارة: أول ليلة في المسرح شادية كانت واقفة ورا الستارة ورجليها بتخبط في بعض من كتر الخوف، وإيدها كانت زي التلج.
عبد المنعم مدبولي وسهير البابلي فضلوا يكلموها ويطمنوها لحد ما الستارة اتفتحت. أول ما دخلت والناس شافتها وقعدوا يسقفوا لها بجد، شادية نسيت الخوف ده خالص وبقت عفريته على المسرح. سهير البابلي كانت بتقول إن شادية هي اللي كانت بترمي إفيهات وتخلي الصالة كلها تقع على نفسها من الضحك. المسرحية دي نجحت نجاح يخض وقعدت سنين، وعرفت الناس إن شادية مفيش منها اتنين. شادية الست اللي كانت مالية الدنيا فرح وضحك، جه عليها وقت وحست إن الروح محتاجة ترتاح، والموضوع ما كانش مجرد قرار، دي كانت نغزة في القلب. أول وجع حقيقي كسرها كان موت أخوها طاهر. طاهر ده ما كانش مجرد أخ، ده كان السند والظهر والروح اللي بتنفذ بيها. لما مات شادية حست إن الدنيا ظلمت في وشها، وإن كل التصفيق اللي بتسمعه على المسرح ده ملوش أي قيمة، وأخوها مش موجود يشوفه. وزي ما بنقول المصايب ما بتجيش فرادى. شادية تعبت ودخلت في دوامة مرض صعبة قوي، وسافرت بره عشان تعمل عملية كبيرة. وهي هناك بين 4 حيطان في الغربة حست إنها ضعيفة قوي، وإن الأضواء والشهرة ما نفعوهاش في حاجة. في اللحظة دي نظرت نظر وقالت: يا رب لو قومتني ورجعتني لبلدي بالسلامة أنا هسيب كل حاجة عشانك. وفعلا رجعت مصر وهي واحدة تانية خالص. شادية حكت في لقاءات نادرة إنها كانت بتدخل أوضتها في عز النجاح وتعيط وتقول: أنا شبعت، لحد ما راحت للشيخ الشعراوي وقالت له: أنا عاوزة أتوب. ومن يومها قفلت الباب على نفسها واختارت تعيش اللي فاضل من عمرها في سكينة وهدوء بعيد عن الجيل والقال. وادي يا سيدي قصة دلوعة مصر اللي سابت كل حاجة واشترت نفسها. شادية هتفضل دايما في قلوبنا بصوتها اللي بيطمنا وضحكتها اللي بتنور أيامنا. يا رب تكون الحكاية دخلت قلوبكم زي ما دخلت قلبي. يا ريت بقى تشرفونا بالاشتراك في القناة عشان عيلتنا تكبر بيكم، ونفضل دايما مع بعض بنحكي ونسمع أجمل الحكاوي. وكمان المتابعة عشان مفيش ولا قصة تفوتكم، ولسه عندنا كوم حكايات عن ناس بنحبهم. وما تنسوش تعملوا لنا مشاركة عشان الحكاية الحلوة دي توصل لكل الناس اللي بيحبوا شادية وبيقدروا الفن الجميل. واللايك المتين بقى ده اللي بيخلينا نكمل ونعرف إن كلامنا واصل ليكم ومأثر فيكم.